انا بجد تعبت. يعني بعد سنين الغربة دي كلها وحرمنا منه ومن حاجات كتير قوي، يجي ابنه يحتاج لعملية صعبة زي دي ولازم تتعمل عند دكتور كبير، وفي الاخر يقول لي هجيب منين؟ هو ده يا ماما اللي كنا خايفين منه. واللي شقاه رايح عليهم دول لو قال لهم دلوقتي ادوني لابني فلوس، كله هيقول له ملناش دعوة، صرف حالك. ده كان حالنا رغم غربة ابويا وبعده عنا سنين طويلة. واللي بدل بقى ما نتهنى بشقاه وتعبه وغربته، غيرنا يستمتع بيه ويبعزقوا يمين وشمال كمان. وعشان احكي لكم بقى تفاصيل كل الحكاية ونعرف اصلها وفصلها من البداية، بدعوكم الاول تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وقضايا حكاوي الدنيا، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا رحمة في كلية طب وعايشة مع ماما أخويا اللي في ثانوية عامة، ده غير بقى إخواتي الصغيرين توأم. أما بابا بيشتغل برا مصر بقاله سنين طويلة، ما بنشوفهوش غير يا دوبك كل سنة مرة، هما كام يوم. وتربينا إن احنا نحافظ على القرش ونقدر تعب أبونا فيه. ماما علمتنا كده زي ما هتشوفوا دلوقتي. يا ماما علشان خاطري خلي بابا يجيب لي تليفون جديد، انتم وعدتوني من السنة اللي فاتت انكم هتجيبوا لي واحد جديد. حاضر يا حبيبتي حاضر، بس هتيجي شايفة اهو في حاجات تانية اهم. غربة ابوكم دي مش بالساهل يا ولاد، لازم كلنا نعرف كده. يا ماما احنا محرومين منه ومتغرب علشان يبقى على الاقل نحس بفايدة من شغله، ويكون في فرق حتى ما بيننا وبين اللي ابوهم معاهم عايشين متهنيين بحنانه. فين نتيجة الغربة دي يا امي فين؟ ابوكم مش حارمكم من حاجة، ومش معنى ان ربنا مسهلها علينا ان احنا نصرف في تفاهات كتيرة. وعموما انا عايزة مجاميع كبيرة بس السنة دي، وقتها بقى ربنا يبقى يسهلها ونجيب لكم اللي انتوا عايزينه كله، بس يبقى كله بالمعقول. ورغم ان امي كانت طول الوقت بتلم وتدبر في عيشتنا وربتنا على اننا نراعي ربنا في كل مصاريفنا وكمان تصرفاتنا، لكن كتير قوي كنا بنتزنق ماديا، وده بقى كان بسبب حنية بابا الزايدة قوي عن اللزوم. أيوة ما تستغربوش، أصل المنتفع الأكبر هو الأكتر مننا بكتير قوي ومستفيد بكل شقة بابا وغربته هو عمي وعياله ال5 زي ما هتشوفوا كده دلوقتي. هو انتوا رحتوا جبتوا النتيجة يا ولاد؟ طمنوني خير. أيوة يا ماما جبناها والحمد لله نجحت. يعني ايه نجحت؟ انت ثانوية عامة، يعني جبت مجموع ولا لأ؟ مجموعك كام؟ اتكلمي انت طب يا رحمة انطقي. يا ماما الحمد لله اطمني، مجموعه ما شاء الله حلوة قوي، هو كمان ان شاء الله ممكن يدخل كلية طب مرتاح ومرتاح قوي. بجد يا بنتي؟ طب الحمد لله، ألف مبروك يا حبيبي. عقبال يا رب ما نطمن على نتيجتك انت كمان يا أحلى دكتورة في الدنيا كلها. أمال ايه مالكم لوين وشكم كده ليه؟ هو ايه اللي حصل بالظبط احكولي. ماما احنا زعلانين قوي بصراحة يا امي، زعلانين لاننا بنتعب وبنذاكر ونوفر من مصاريف دروسنا ودراستها علشان خايفين على فلوس ابونا، وغيرنا بيتمتع بيها ويبعزقها يمين وشمال ولا همه ان متعوب فيها وجايه بتضلين. هو بعدين معاكم بقى، هو احنا كل شويه نتكلم في الموضوع ده؟ لازم نتكلم يا ماما. الاول كنا بنقول معلش بابا من حقه يساعد اخوه، لكن خلاص عمي دلوقتي بيشتغل وعياله كبرت، بس عياله ال5 ايه افشل من بعض، هو مش عارفين حتى يودوا فلوس بابا فين ولا فين، بعزقه وبس. هو اللي فتح الموضوع ده دلوقتي بالذات كده يا ولاد، ليه بتعكننوا على نفسكم وعليا؟ ليه لازم كل يوم؟ ده حتى النهارده يوم نجاحك انت يا حبيبي. اللي جد يا امي ان احنا راجعين ركبنا الميكروباص وقعدنا ورا، وقعد قدامنا ولاد عمي الاتنين ومعاهم واحد صاحبهم، وما كانوش يعرفوا ان احنا قاعدين وراهم، وسمعناهم بيتكلموا وبيقولوا وبعدين احنا هنعمل ايه بمجامعنا دي؟ ده مستحيل نعرف ندخل بيها كلية عدلة ولا اي كلية اصلا. عادي بقى يا عم، اكيد ابويا هيكلم عمي وهيدخلني اي معهد خاص بالفلوس زي ما عمل مع اخواتي، وانا كمان يا اخويا اكيد هحصلك السنة الجاية، ما انا اكيد برضو السنة الجاية مش هعرف اعوض كل ده. المهم
تعالوا بقى عشان نلحق نروح الجيم، وبعد كده نتغدى بره. ماشي، وبالليل بقى نبقى نروح نقابل باقي العيال ونقعد على القهوة. ايوه يا اخويا، ما انتم ولا على بالكم، لاقيين اللي يدفع لكم ويتبعزقوا فلوس على حسه يمين وشمال وهنا وهنا. الصراحة عمي عمره ما اتأخر علينا في اي حاجة. انا عملت شوية فلوس من ورا فلوس عمي. ايوه، اقصد فلوس الدروس اللي كان بيدفعها والكورسات اللي بيبعتها. انما ايه، شوية حلوين. احسن حاجة اني خليته يبعت لي تليفون قبل ما النتيجة تظهر. كنت هطلبه منه ازاي بس ده بأي عين؟ بقول لكم ايه يا شباب، ما تسلفوني عمكم ده شوية، ده مفيش منه والله ابدا. طب وبعدين يا بنتي، هعمل ايه بس يا ولاد؟ انا ياما اتكلمت مع ابوكم وكتير والله قلت له على الموضوع ده ما ينفعش. هو من زمان قوي وانا بتكلم معاه فيه، وكل مرة يقول لي ده اخويا وقاعد من غير شغل يا منال، لو انا ما ساعدتهوش ووقفت جنبه هو وعياله الخمسة، مين بس هيساعده؟ مين هيكون جنبه ومعاه في ظروفه دي؟ هو ماله يا اخويا، ربنا يخليكم لبعض. انا ما قلتش اي حاجة، بس كله بالعقل وبالاصول. ده قعد في البيت 10 سنين من غير شغل، وانت عمال تصرف وتصرف عليه ومحدش اتكلم. وهو يعني شغله دلوقتي اللي عدل؟ ما هو برضه بياخد ملاليم، وعندكم عيال قد كده. بس عياله دلوقتي كبروا وشدوا حيلهم، يقدروا يشتغلوا حتى لو في الصيف ويساعدوا ابوهم شوية. حرام عليك بجد، دول عايشين عيشة احسن من عيشة ولادك. يو بقى منال، يو سيبيها على ربنا، قادر يرزقني برزقكم كلكم. هو نعمة بالله يا اخويا، بس انت كمان عيالك بتكبر، فكر فيهم، لازم تأمن لهم مستقبلهم. اشتري لهم حتة أرض ولا شيل لهم أي حاجة لجهازهم، اعمل أي حاجة، محدش ضامن الزمن. وطبعا يا ماما، ولا شال ولا اشترى أي حاجة، ده احنا كان زماننا عايشين في مكان تاني أحسن بكتير من المكان اللي احنا فيه ده. قولي لبابا يا ماما حرام عليه، ما نبقاش احنا بنتحكم في عيشتنا ومصاريفنا علشان صعبان علينا أبونا وغربته، وهو يروح يدي شقال غيرنا بالشكل ده ويضيعه. معلش يا ولاد، هتفرج ان شاء الله، بس ابوكم حنين قوي زي ما انتوا عارفين، وكمان عشان بيراضي امه. ما انتم عارفين بقى هي بتزعل على عمكم قد ايه وعلى عياله ازاي. ايوه عارفين، وعارف كمان انها لو تطول تخلص علينا كلنا وتبعد بابا عننا خالص، هتعمل كده ومش هتتاخر. انا ما اعرفش بصراحه يا ماما، هي ما بتحبناش ليه، رغم ان عمري ما شفتك مقصره مع اي حد فيهم ابدا يا ماما. هنعمل ايه بس يا ولاد، ربنا يدي كل واحد على قد نيته وضميره. خليني بس افرح بنجاحكم بقى شويه، مالكم واخديني في دوكه كده؟ هو فضل حالنا، ولولا امي اللي عماله بتلم من ورا بابا في العيشه ما كناش هنلاقي ناكل في اي زنقه تعدي علينا. تخيلوا اننا فعلا كتير قوي بنتزنق، هو غيرنا عايش وبيتمتع بفلوس ابونا، لحد ما في يوم اخويا الصغير تعب واحتاج لعمليه كبيره، وكان الأحسن إنه يعملها مع دكتور كبير بره التأمين طبعا. وقتها بقى ده اللي حصل. أنا تعبت بجد بعد سنين الغربة دي كلها، وحرمنا منه ومن حاجات كتير قوي إحنا محتاجين لها. ابنه صغير يحتاج لعملية صعبة زي كده ولازم تتعامل عند دكتور كبير، وفي الآخر يقول لي هجيب منين؟ ده اللي كنا خايفين منه يا ماما، واللي شقاه رايح عليهم لو قال لهم دلوقتي ادوني لابني فلوس هيقولوا له ملناش دعوة، اتصرف انت. هنعمل ايه دلوقتي يا ماما، هنعمل ايه؟ معرفش يا بنتي، معرفش، انا لسه قافله معاه وشدت معاه جدا وقلت له يتصرف بقى ماليش دعوه. وفي الوقت ده كان في ناس من بلدنا مع ابويا في نفس شغله، ولما لقوه متضايق وعرفوا منه حكايه العمليه بتاعت اخويا دي ردوا وقالوا له هو انت ازاي يا فخري شغال ومتغرب كل السنين دي ومش شايل لنفسك ولا لعيالك قرش يا اخي؟ ده حتى يبقى حرام عليك، هي الغربة عادي كده بالسهل؟ يا رمضان أنا شايل بيتي وبيت أخويا بعياله الخمسة وأمي، أعمل إيه؟ أجيب منين؟ والدتك محدش يقدر يلومك عليها يا سيدي، لكن ليه تشيل أخوك بعياله اللي هم خلاص بقوا شحوطة دلوقتي؟ ما هو برضه محتاج، وولاده بيتعلموا لسه، هيجيب منين بس؟ وانت ولادك هيجيبوا منين؟ أخوك اللي انت شايل همه هو وولاده ده بيبعزقوا في فلوسك يمين وشمال، وولادك غلابة ماشيين على قدهم وبيخافوا على شغلك وشقاك. رمضان عنده حق يا فخري، اسمع بقى، احنا شايفين الوضع بعينينا،
عيال اخوك مقضينها فسح وتنطيط وتليفونات وكورسات وجيم، عايشين عيشه عيالك نفسهم مش عايشينها. العمر بيجري يا صاحبي بينا، والغربه ما بترحمش، مش بالسهل. فوق لنفسك، الحق اعمل لولادك قرش ينفعهم في الزمن اللي احنا فيه. ايوه يا فخري، الصراحه ولادك دلوقتي اولى بكل مليم. ولاد اخوك خلاص كبروا وبداوا يعتمدوا على نفسهم، ما فيهاش اي حاجه لو ما يشتغلوا جنب دراستهم بدل ما هم مبرطعين قوي كده. واديك يا فخري خلاص عملت اللي عليك وزياده، وهتجيب ابنه الكبير كمان يشتغل هنا. خلاص بقى سلموا الرايه، انت تشيل ايدك عنهم خالص وتبص شويه لاهل بيتك. وقتها بابا فاق لنفسه لما عرف من اهل البلد الحقيقه كلها، وتصرف وبعت لنا فلوس وعملنا عمليه اخويا. وقتها بقى شال ايده تماما من مصاريف عمي وولادي. وللاسف جدتي وقتها اخدت منه موقف، وجات له وقت عمليه اخويا وقالت له: هي الكلام اللي قلته لاخوك ده مين اللي قلبك على اخوك؟ اخس عليك، هداير تسمع هنا وهناك ويقوموك على اخوك وتسمح لهم يا واد انت. كنت فاكرك جاي تطمني على ابني يا امي. عموما انا عملت كده بعد ما عرفت شقاية بيضيع ويروح فين. بقالي سنين شايل بيته وعياله، وهو يشتغل يوم و10 يقعد، ووقت ما ابني بقى كان هيضيع مني الكل اداني ظهره. اخوك غلبان كان هيجيب لك منين يعني؟ اخويا وولاده الرجاله ما شفتش وش حد فيهم لحد النهارده، ولا جم بصوا على عيالي. انا عملت اللي عليا معاهم وزياده، خليني اعمل بقى اي حاجه للغلابه اللي انا سايبهم لوحدهم دول. من النهارده ولادي اولى بكل مليم، واديني صفرت له ابنه يكمل هو بقى ويشيل ابوه واخواته. كفاياني يا امي لحد كده. هو بدأ بابا بقى يفوق لنا ويأمن لنا مستقبلنا، وفهم ان زي ما هو واجبنا نقف جنب اخواتنا واهالينا، لازم نحدد اولوياتنا كلها لبيتنا واولادنا، وان كل شيء لو زاد عن حده انقلب على طول لضده. ساعد اللي محتاج مساعدة للضرورة، لكن اللي يهون عليه شقاك وما بيتعبش ويشقى هو على نفسه متواكل عليك يعني، ولادك أولى منه. ودي كانت قصتنا النهاردة، واشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة. ولو وصلنا لحد النهاية ما تنسوش تدعموني باللايك.